في قرية بعيدة كان في بيت مهجور الناس كلها بتخاف تدخله. بيقولوا إن جواه مرآة مسحورة، اللي يبص فيها ما يشوفش صورته الحقيقية لكن يشوف مستقبله. في يوم شاب اسمه سامر، فضولي وما بيخافش، قرر يدخل البيت. البيت كان مليان غبار والأبواب بتصرخ مع كل خطوة. وأخيراً لقى المرآة الكبيرة واقفة في غرفة مظلمة. وقف قدامها وقال: يا ترى هتشوفني إيه يا مرآة؟ المرآة لمعت وظهرت صورة لسامر وسط ناس كتير بيصفقوا له كأنه شخص عظيم. لكن فجأة الصورة اتغيرت وظهر لوحده قاعد في ظلام محاط بالوحدة. من يومها حياته اتبدلت. كل ليلة يحس إن في عين بتراقبه من الضلمة، وكل ما يعدي قدام المراية يشوف صورته بتبتسم من غير ما يبتسم. ابتدى يكره المراية وغطاها كلها بالقماش. لكن في ليلة عاصفة صحي على صوت همسات في الصالة. نزل يلاقي المرآة القديمة واقفة قدامه رغم إنه عمره ما خدها من البيت. بص فيها فشاف نفسه جثة نايم في نفس البيت المهجور. وقبل ما المرآة تتكسر فجأة شاف نسخته التانية خارجة من جوه المرآة ماشية ناحيته ببطء. ومن الليلة دي محدش شاف سامر تاني.